كاميرات بنك مصر بتعجبني جدا الصراحه، لانها دايما بيكون فيها فكره، والفكره اللي بيستخدموها في معظم الفيديوهات وهي التراك كاميرا. والتراكنج بمنتهى البساطه هو ان انت بتخلي البرنامج يحلل لك الفيديو اللي انت مديهوله عشان يعرف الكاميرا اللي صورت الفيديو ده اتحركت ازاي، ويبدا يعمل لك كاميرا مشابهه ليها، فبالتالي تقدر تحط له اي عناصر وتبان كانها موجوده في اللوكيشن. فتعالوا نشوف ده بيتعمل ازاي. انا وليكن عندي الفيديو ده، هجيب من ويندو قائمه اسمها تراكر، واجي من هنا ادوس تراك كاميرا، هيبدا بالتالي يحلل معايا الفيديو. وبعد ما اخلص بدا يظهر لي العلامات دي معناها ان كل الحاجات دي البرنامج قاريها وتقدر تدخل فيها عناصر انت عايزها. طيب احنا وليكن مثلا عايزين نحدد الباب ده بالشكل ده، وادوس كليك يمين واقول له اعمل لي كرييت سوليد اند كاميرا. كل اللي انا هعمله ان انا هاجي عند السوليد ده واقول له كنترول شيفت سي اللي هو يعني يعمل لي بريك بوت، فبالتالي انا بقى عندي فيديو وعندي كومبوزيشن هنا اقدر احط فيه اي حاجه ويتحرك لي نفس حركه الباب. تعالوا كده نجرب. انا وليكن هحط الليارات دي هنا، فهنبص كده هنلاقي ان هو واخد لي نفس الحركه بالظبط. طبعا بقى انا اقدر من هنا اجي اكبر الكومبوزيشن بتاعي والاقي ان هو اتحرك بالشكل ده.